أفادت مصادر لسكاي نيوز عربية بأن انتحاريا فجر نفسه صباح اليوم في كورنيش سوسة بتونس. وأفادت مصادر أمنية أن الانتحاري كان بصحبة شخصين وكان يحاول تفجير نفسه وسط الفنادق، إلا أن الحزام انفجر قبل دخوله المنطقة. هذا ولم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا ما عدا الانتحاري الذي لقي حتفه. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أحد الفنادق بعد سقوط نظام حكم زين العابدين بن علي عام 2011. إذن هذه هي الصور الأولى التي تريدنا عن موقع الانفجار، حيث كانت مصادرنا قد تحدثت عن أن الانفجاري الذي كان يحمل حزاما ناسفا قد فجر نفسه على شاطئ البحر بعد فشله في دخول المنتجع الذي يضم عددا من الفنادق في هذه المنطقة السياحية بسوسة، التي تعد أهم المراكز السياحية في تونس وإحدى أكبر مدن البلاد.